شوفوا، أنا أديكم كلام واضح ومحدد. الأمة دي مش جايطة لو لم ترجع إلى ربها وتستعيد الثقة في نفسها وتقوي صلتها بالله وتصحح مسارها وتتوب إلى ربها، ستظل هذه الأمة في انحدار إلى أن ترجع وتفوق. لأن سنة الله تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الأمة الآن عندها مشاكل، لكن مشاكله كلها يقول لك الكفار ضدنا. يا أخي الكفار ضدنا ليل ولا امبارح؟ الكفار ضدنا دي داير لك لا، ليس بعد الكفر ذنب. الكفار ضدنا مما الله خلق الدنيا يا أخي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الكفار خلهم. نحن كيف؟ نحن كمسلمين ديننا وعبادتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا، نحن كمسلمين كيف؟ في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا الملك ملك الملوك، ملوك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطف عليكم. الناس يقول لك الحكومة عندها حاجة. أكلمك، الحكومة عندها حاجة؟ الملك ملكه وتدبير تدبيره. الحكومة ربنا داير يسلطها على الناس بيسلطها، داير يمشي عليكم كويس بيمشي عليكم كويس، لكن انتوا استقيموا. أرحامكم وأخلاقكم وأعراضكم وصلواتكم ومعاملاتكم وحلالكم وحرامكم في التحري تحروا ذلك ستستقيم لكم الأمور. انت عارف مشكلة المسلمين؟ أنا أحس إنه مرات ما عندهم ثقة في الله. يا أخي ربنا يقول لهم إن تنصروا الله ينصركم، الله بينصرك. يقول لك لكن أمريكا دي بتتقدر يا شيخنا، أنا وإنت نقدر عليها، الله بيقدر؟ بيقدر لا بيقدر؟ وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. ربك بيقدر. ربنا أمريكا ينتهي منها في لمح البصر، لكن قال شنو؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أمريكا ذات ربنا بنجم بها ناس بالمناسبة. أمريكا ذات ربنا مسلطة على ناس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فبالتالي نحن على مستوى الأمة عندنا مشاكل، لكننا لا نحسن ربط المشاكل بالله عز وجل، ولا نحسن ربط المشاكل بالله سبحانه وتعالى. شوفوا، أنا الكلام ده بالنسبة لي واضح. ربنا قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كفار يتسلطوا على مؤمنين جد ما بيبقى إلا يبقى المؤمنين ديل فيهم خلل، لكن كان بيقوا مؤمنين في كافر بيقدر له على مؤمن إلا نحن نبقى ملكلكين. شوف الكلام ده كويس. لن يستطيع كفار أن يهزموا ويحتلوا بلاد مسلمين إلا بمعاونة مسلمين من البلد. كلامي ده كان ما يهو، قول لي ما يهو. أدخلنا العراق شنو؟ عراقيين، ولحد يوم واقفين معهم. لحد الحكومة جابوها دي جابوا منه؟ جابتها أمريكا. أدخلوا أفغانستان شنو؟ حتى لو دارين يحتلوا أي بلد لن يدخلوا هذه البلاد إلا بضعف من أهلها وموالاة بعض المنافقين في الداخل للكفار. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. شوف، والي حمص كتب لعمر بن عبد العزيز رسالة، قال له: إن جيوش الروم قد اجتمعت وإني أريدك أن ترسل لي أموالا لأحصن بها المدينة. فكتب إليه: حصن مدينتك بالعدل. ما بالبنى، تحصنها بشنو؟ بالعدل. شوف الكلام، حصن مدينتك بالعدل فإن عدوا كافرا لا يمكن أن يهزم الأمة في دارها إلا بمعاونة أبنائها، فلو أنك عدلت بين رعيتك كسبتهم ولم توجد لهم إلى الكفار سبيلا.
تحصن المدينة بشنو؟ أه؟ بالعدل والقيم والأخلاق والمبادئ الصحيحة.